أنصح كل واحد يعني بيعمل قنوات جديدة على اليوتيوب، لو أنت داخل موضوع اليوتيوب اللي هو بيجيب فلوس وخلاص، اللي هو بعد أنت ما تعمل قناة، يعني بعد ما تعمل إنشاء قناة على اليوتيوب وتحط اسم القناة وخلاص تمام، أنت خلاص أنت داخل الموضوع اللي هو مصدر رزق وخلاص. فأنا بقولك الموضوع ده غلط فيه. يعني أي حد بيعمل قناة جديدة على اليوتيوب بنفكر اليوتيوب هيديله فلوس، يجيب عربية، يجيب فيلا، والدنيا تبقى متاحة معاه، الراجل يبقى مليونير ويبقى يوتيوبر قد الدنيا، ربنا يكرمك وتبقى يوتيوبر قد الدنيا. يعني أكيد مش محدش هيكره الحد الخير يعني، بس أنصح أي حد داخل الموضوع ده اللي هو موضوع مصدر رزق وخلاص، لا، فأنصحك بلاش، لأن اليوتيوب ما بيديش فلوس وخلاص. تمام. لو انت غاوي يوتيوب هقول لك تمام، ما عنديش اي مشكله، فخش ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لان اليوتيوب حواراته كتير. ازاي؟ اولا انت اول ما تعمل انشاء قناه على اليوتيوب فتحط اسم القناه، تمام، فانت اول حاجه مطلوبه منك 1000 متابع على اليوتيوب، وطبعا انت هتحط فيديوهات، فال1000 متابع دول المفروض يتفرجوا على الفيديوهات اللي انت بتحطها فيجمعوا 4000 ساعه مشاهده. تمام كده. وبعد ما تجمع ال1000 متابع وال4000 ساعة مشاهدة، فانت تمام كده، انت هيجيلك اعلانات على الفيديوهات اللي انت بتنزلها، فانت كده خلاص فعلت القناة، وهينزل لك اعلانات على الفيديوهات اللي انت بتنزلها، فبالتالي انت المفروض ان انت تاخد فلوس على كل المشاهدات اللي بتجيلك. فانت لما تيجي تبص هتلاقي الربح اللي بينزل لك ده مجرد سنتات. يعني ايه سنتات؟ يعني قروش. يعني احنا هنا في مصر بنسميه قروش، في الدول اللي هي بتتعامل بالدولار بيسموها سنتات. تمام. الدول اللي هي بتتعامل بالدولار دي بيسموها سنتات. طيب انت لو جيت مثلا على اي فيديو زي الفيديو مثلا اللي قدامكم ده دلوقتي كده، الفيديو ده مكتوب لكل 1000 مشاهدة كام سنت؟ مجرد سنتات. ممكن تلاقي على كل 1000 مشاهدة مثلا 2 سنت، 3 سنت، 10، 20، 15، انت وحظك. قليل قوي لما تلاقي قناة على كل 1000 مشاهدة دولار، بتبقى قليلة، بتبقى دي القناة دي ايه يعني، قناة شغالة طح. اما بالنسبة للقنوات اللي هي سنتات وحاجات زي كده بتبقى قنوات يعني ايه، ضعيفة شوية، المشاهدات فيها ضعيفة، مش عارف ايه، فبيخلي نسبة المشاهدة، كل ما نسبة المشاهدة في الفيديو تعلى كل ما الار بي بتاعك يعلى. الار بي اللي هو ايه؟ اللي هو لكل 1000 مشاهدة دولار مثلا، 2 دولار، 3 دولار، على حسب القناة بتاعتك شغالة او مش شغالة. عشان تجمع مثلا 10 دولار عشان جوجل ادسنس اللي هي محفظة اليوتيوب، عشان خاطر تدفع له ويجيلك البان كود على البيت، ده موضوع تاني بقى. يعني تجمع ال10 دولار ده موضوع تاني. انت عندك انت لو نركز مع بعض شوية، انت لكل 1000 مشاهدة هنا مجرد سنتات، 2، 3، 4، 5 سنتات، 10 سنتات، 20 سنت. فانت عشان تجمع ال10 دولار محتاج قد ايه؟ محتاج كام مشاهدة على الفيديو عشان خاطر تجمع بس 1 دولار؟ تجمعه امتى؟ طيب عايز مثلا 100 فيديو، تمام صح كده، على مثلا 20، 30 ألف مشاهدة في الفيديو الواحد، في 100 فيديو. يعني مثلا عشان تجمع على كل فيديو دولار، مظبوط كده، عشان تجمع مثلا 100 دولار وتاخد الفلوس كل شهر، تاخد اللي هي ال 100 دولار يعني كل شهر. تمام. طيب هتجمع ال 10 دولار دي امتى؟ انت عشان تجمع ال 10 دولار او ال 100 دولار دي محتاج مجهود كبير، محتاج مجهود كبير جدا. فانا انصح لكل واحد اللي يخش مجال اليوتيوب ده ويعمل قناه يقول بسم الله تمام انا هعمل قناه، يكون غاوي موضوع القنوات اليوتيوب ده. ما يجيش واحد يقول لك لا اصلا مش لاقي شغل، اصلا انا هشتغل يوتيوبر، اصله بيكسب كتير. مفيش الكلام ده. الكلام ده ممكن يكون كان فيه بس زمان، يعني ما كانش فيه. يعني دلوقتي اليوتيوب دلوقتي ليه تحكمات فظيعه جدا، ليه تعليمات وشروط وقوانين انت لازم تمشي عليها. غير كده انت بره، انت قناتك هتترفض. انت هتقول انا صرفت كتير على القناه، ازاي تترفض؟ ازاي مش عارف ايه؟ دول ناس ظلمه. لا، الناس دي مش ظلمه، الناس دي ليها شروط انت لازم تمشي عليها. مش هتمشي عليها وتخلى بالشروط اللي محطوطه لك، انت تمام كده مش هتعرف تشتغل معاهم.
انا بقالي بالظبط حوالي داخل في سنتين اهو على اليوتيوب. انا قبضت يعتبر يعني كم مرة كده، وبعد كده انا بطلت اقبض. مش بطلت فيديوهات، لا انا بطلت اقبض. فبطلت اقبض ليه؟ لان انا تجاهلت اليوتيوب يعني من فترة كده، لان من قله الفلوس اللي بتيجي منها، يعني بتعقد اي واحد يعمل فيديوهات. انا ببقى مثلا بعمل فيديو تعبان قوي، في الفيديو يبقى مثلا يبقى فيه 1000 ولا 2000 ولا 3000 مشاهده، على حسب برضو المتابعين ليك. انت مثلا انت عامل في القناه 3000 متابع، مثلا عندك 3000 متابع دلوقتي على القناه، ممكن اللي يتفرج 500 مشاهده، ممكن اللي يجي على الفيديو 500 مشاهد، او مثلا 300 مشاهد من 3400 تقريبا اللي عندي كلهم، فحرام. فالواحد بيتضايق جدا لما يلاقي نسبة المشاهدات في الفيديو بتاعه قليلة جدا. فهنعمل ايه؟ فنضطر ان احنا نعمل فيديوهات، يعني فيديوهات ونعمل عليها اعلانات ممولة. فالاعلانات الممولة دي بتظبط القناة طبعا كتير، بتظبط القناة يعني ما قلتش حاجة. هتلاقي نفسك ان انت صرفت كتير عقبال ما تاخد مثلا، يعني تقبض من القناه بتاعتك سواء $100 او اكتر. فانت بتلم اللي انت صرفته، ففين مكسبك انت؟ ما يزعلش من الموضوع ده الا لو كان غاوي اليوتيوب. ما يزعلش، ممكن يصرف بصدر رحم. لما يجي يقبض يبقى مبسوط، مع ان انت ممكن بتقبض اللي انت صرفته، مش فانت مش كسبان حاجة، بس انت مبسوط لان انت غاوي المشوار ده. لو انت داخل اللي انت تاخد منه فلوس كمصدر رزق ليك كل شهر، فانت غلطان. انت غلطان. لان في ناس كتير قوي ما كانتش فاهمة، فدخلت مجال يوتيوب، وبعد ما فعلت القناة وصرفوا على الفيديوهات اللي بيعملوها كتير. آه الفيديوهات اللي بيعملوها طبعا بتصرف. يعني انت مثلا لو قناة طبخ، فانت يعني الاكل اللي بيعملوه ده بيعملوه غالي قوي، بيكلف الاكل نفسه اللي بيتعمل غالي، بيكلف غير الستاند، غير الموبايل الشيك الكويس اللي كاميرته نضيفه، مش عارف ايه حاجات زي، غير الديكورات اللي بيتعمل. كل دي المصاريف بتتصرف عشان خاطر الفيديو اللي بيتعمل. فتلاقي الفيديو ما جابش فلوس، فيزعل، يقول لك لا انا صرفت كتير، ده اليوتيوب ده ظالم. هو اليوتيوب مش ظالم ولا حاجه، هو كل واحد ليه رزقه بياخده، كل واحد ليه رزقه بياخده. فانصح اي حد قبل ما تخطي اي خطوه لازم تعرف ده واخلها وخوارجها منين، ولازم تبقى عارف انت رايح فين وهتعمل ايه بالظبط. زي واحد بيفتح مشروع بيبقى دارس المشروع بحلو بمره. تمام. معاكم محمود من قناه ابو البنات.